دابا السؤال وهو واش دابا حنا شهرين كنتسناو في الرجا وتكون هذه هي النتيجة، شهرين عباد الله، شهرين 60 يوم، 1440 ساعة، 86,400 دقيقة، 5,184,000 ثانية باش يجي السيون بولكسوس ويتقابل لينا في هذا الماتش هذا ويضرب ليا كلشي في الزيرو. أودي رجعوا داك المنتخب والله إلا الهربة وحق الرب فاش كتفكر باللي قفة ديال الماتشات الودية وسير للسعودية وجيو وفي الآخر يطرا هاد الشي هذا. راه باين ليا بلي الراجل مطبقة ديك النظرية ديال البطريق، خلّي الناس مضاربين على البطولة وحنايا غاديين قاصدين ديك 0 لقب. المهم غادي نبداو بالتشكيلة واللي فاضلو اختار أنه يدخل بال11 هادو، وإلا لاحظنا مزيان غادي نلقاو بأنه اعتمد على الانتدابات الجديدة ما عدا برقوق في الميليو. الماتش اللي بدا في أمان الله وحشومة أولًا داك التيران يبقى خاوي بحال هكا. وتخايل لك دابا وليت كنشوف أنا التوارقة معلقين البيشان ولي ماطوس كيمشيو ويجيو. والله إلا علامات الساعة وحق الرب. دقيقة جوج جات أول كرة للرجا واللي تكلف بها خماس وكان غادي يبداها مليحة معانا ولكن دوماج وهي أنها مشات قريبة للبوطو. ولكن أجاجي واش التوارقة لاعبين على اللي خسر غادي يخلص التيران تورق لك 5 اللور تدعو على ايش لاعبين اصاحبي. غادي نمشيو نيشان دقيقة 10 كرة أخرى من الرجا وكتسمع ليا كرة كطايب على خاطرها والخماس هزها ماتياس بالراس ولكن ضاعت. غادي نمشيو عند التوارقة اللي عارفين راسهم أنهم لاعبين ضد الرجا وكيبانوا مخلوعين ما كيشدوها ما كيطلقوها لينا كنقول لك 20 دقيقة الأولى كاملة رجاوية بالطول وبالعرض. الماتش اللي كان غادي مزيان الرجا متحكمه فيه بالطول والعرض وموركين على الخصم ديال بصح غتبو لك تفكر باللي راه لاعب مع الرجا وماشي مع المنتخب وقال حيد عليا جمي نمشيو ندوشو دخلها هرقاويه ما عندها لا اصل لا مفصل جاب بها حمراء وخلاك شوط ثاني كامل غادي تبقى لاعب ناقص اصلا غادي تجي ترجع لهاد اللقطه هذه غتلقى انها كره زايده بلا حتى شي فائده شرارة ديجا كان داري لي سباس باش انه يلعب عليه ولكن سيون بولكسوت ما عرفتوش البارح بالليل كان كيتفرج في مهارات نيمار 2009 بقى كيخربق في الانالوج تخرج على راسو وخرج على فرقه على قدها. المشكله كون غاب الكسوس خرج على راسو بوحدو صدق جار معاه قفه ديال عباد الله شرارة تا هو جا في الطريق صدق المدرب مخرجو باش يدخل لنا ميسيو بعدي. الدراري اللي في الشانل عارفين الرأي ديالي في بادي فاصلا ما كنتش كنتسناه زعما كان يدير شي حاجه. دقيقه 53 اضرار بولكسوت غادي يبداو يبانوا سيون بادي فاش الناس كانوا كيتعلموا كوره وكانوا كيقولوا لهم باللي ما خاصكش تخلي كره تبومبا قدامك يمكن اللي خلاها تبومبات قدامه صدق مصعب على راسو صدق حاطها اليوم وبديك اللقطه نيت جا منها البيت الاول ديال التواركه. شوفوا راه الشيء بالضبط هاد خونا هذا ديال بادي وكورتو الماضي ديالو راه بنادم اللي كيتفرج فيا من شحال اللي داير عارفني شحال وانا معصب معاه وكنت من الناس اللي كنقول يا ربي يجي شي عرض حتى هو لو ما عرفت منين يجي اصاحبي الدوري الليبي كيفرقوا في الفلوس جيبوا لنا فيه غيطرو ديال الزيت اللهم يسر. غادي نمشيو للدقيقه 55 ولكن غادي نرجعوا قبل وبالضبط فاش يلاه بدا الشوط الثاني خفيف يمشي عند ماتياس وقال لي احضي معايا راه غادي ندخل لك البالون وفي الدقيقه 55 هذاك الشيء هو اللي كان باس زوين من خفيفي ماتياس بمجهود فردي وهو التعادل سير الله يرحم لك الوالدين. وقيلا ظلمنا ماتياس النهار الاول فجاه. المهم لحد الان راه حنا نعتذر ولو ان الراجل ما ربحاتش نعتذر حتى من بعد الا بان العكس ديك الساعه راه غادي ندويو. الشوط الثاني المدرب ديال الخصم عرف كيفاش يسد على الراجا ديال بصح خصوصا ولو اننا كنا ناقصين ما كانش باين علينا باللي راه حنا كنا ناقصين وكنا كنشدوا كره اكثر من التوارقه لدرجه انه فاش سد علينا حتى داك اللاعب اللي كنا دايرين ما بقيناش كاع قادرين اننا نطبقوا. الماتش بقى غادي وكان باين باللي راه المؤشرات ديالو راه كتعني باللي راه غادي يخرج تعادل ولو ما عرفت اشنو غادي دير ولو انك دخلتي النفاتي ودخلتي خافي ودخلتي ساخو ولو ما عرفتش غادي تدخل ولكن راه وكأن بنادم ما كانش كيتريني ولا ما عرفت اشنو كان كيدير. اودي خايبوا لك سوت اش غادي نقول لك عسير الله يسمح لك وصافي. ولكن اخويا راه اسوء لعاب اللي كيجيب لي التقيه انايا فاش كنكون كنتفرج فيه وهو دبعدي هذا والسيزيات ما حد الميركاتو محلوله ديال الفرصه باش دير درايبل لذاك بعدي صيفطوا لاي بلاصه المهم ما يبقاش في الراجا وجيب بديل اللي وجيب حتى بديل ديال بولكسوت حيت بولكسوت كون كانت عنده الذره وكان غادي يحس باللي كاين شي واحد اللي غادي دير ليه بلاصتو كون اكيد ما غاديش يهز عليك رجلو بحال هكا وغادي يبدا يتمرقن بك. حنايا داويين مع الزياد شو جاي ضارب لينا الخطوط الملاح تقول يلاه جاي من المكسيك قول لي هذاك العاود من بلاصتي قدام التيران. وفي الاخر ديال الماتش صراحه راه مابقاش شي حاجه سميتها كره القدم كتسمع ليا العجينه لا من عندنا لا من عندهم كنشدوها كنعطيوها لهم كيشدوها هما كيعطيوها لينا يعني المباراه ما بقاتش صالحه باش انك تعذب عليها عينيك. اش هاد العابات اصاحبي اش هاد الكره اصاحبي ولينا كنتفرجوا فيها التيران ها هو واللعب فينا هو. وهنايا غادي يسالي هاد الماتش هذا بأسوأ حاجه كنا كنتخيلوا البارح هو البارح اولا السيمانه اللي فاتت فاش شفنا البرمجه وهي ان الرجاء ما تخرجش رابحه وبهذا عاوتاني ضيعنا جوج ديال النقاط ضد خصم اللي نقدروا نقولوا من بين اضعف الخصوم في البطوله اللي مكلاسي من بين الاخرين حاليا.
فما ربحتيش توارقة مثلًا، اش كتسنى غدير من هنا للقدام؟ وبهذا الرجا ولات عندها 16 نقطة، وخلات الفروق اللي فوقنا أنهم يزيدوا يرتاحوا أكثر، خصوصًا الرباح ديال الماتش البارح اللي بانوا باللي عندهم فرقة، وصعيب أنك راه ضيعتي شي نقطة من هنا لقدام مازال راك غادي تشدو. صراحةً تقييم الفريق كامل وخصوصًا الانتدابات، بخصوص خماس صراحةً بان بلي السيد شيئًا ما عنده كورة في رجلو أحسن من بعدي، هذا هو الأساس اللي خاصنا نركزوا عليه. أما بالنسبة لشرارة صراحةً تظلم في هذا الماتش هذا، والسبب هو بولكسوس فاش خدا حمراء راه ولا إلزام عليك أنك تخرج شي واحد، وأكيد المدرب راه غادي يفكر في الانتداب الجديد اللي يلاه جا وغادي يعطيه فرصة اللي ديجا كيعرفهم. أما بالنسبة لماتياس فكنتمناو أنها تكون هذه البداية ديال المهاجم اللي مزيان، البيت الأول اللي كنتمناو أن الرحلة ديالو في الأهداف يلاه تبدا. بالنسبة لبرقوق صراحةً ما غاديش نحكموا عليه من هذا الماتش هذا، كيشد كورة في رجلو ولو أنه كيبان بلي ثقيل شوية، ولكن كنتمناو من هنا لقدام يكون تحسن. أما بالنسبة لباقي اللاعبين راه أكيد ما غاديش نعطيهم كومونتير، حيتاش ما ربحوش يعني راهم زرقين بدون لغة الخشب.